بهدف نظيف وب10 لاعبين فقط. النادي الاهلي اللي لعب ب10 لعيبه لمده 85 دقيقه بيقدر يتغلب على ايجل روين البروندي بنتيجه 1-0 بهدف عمر كمال عبد الواحد، علشان رسميا النادي الاهلي يصعد الى دور ال 16 دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. عايزين نشجع الكرويه الجميله. انا مش جاي اكلمك عن فوز النادي الاهلي عن ايجل روين البروندي وصعود دور ال 16. انا جاي اكلمك على تصريح كابتن خالد الغندور. صرح وقال ايه بقى؟ اداء ضعيف امام فريق ضعيف. عيب ده انتم الاهلي زعيم القاره وبيلعب مع فريق مش موجود على الخريطه الكرويه الافريقيه. ده كان تصريح كابتن خالد الغندور عن النادي الاهلي بعد صعوده لدور ال 16 من البطوله الاقوى في القاره. كابتن خالد الغندور بيتريق على النادي الاهلي وعلى فريق زي ايجل روان البروندي ان هو فريق ضعيف ومش موجود على الخريطه الافريقيه لكره القدم، ونسي ان هو مش قادر يصعد للبطوله، ونسي ان هو كنادي وكفريق نادي الزمالك مش قادر يلعب في بطوله دوري ابطال افريقيا لثالث سنه على التوالي. بيلعب في بطوله الكونفدراليه، البطوله الثانيه في القاره، اللي هي البطوله الاضعف من بطوله دوري ابطال افريقيا. ليه؟ لان النادي الاهلي فريق ضعيف، لان النادي الاهلي فريق مش قوي، لان بيراميدز دخل في المنافسه مع النادي الاهلي بدل نادي الزمالك، فاصبح بيراميدز بيحل محل نادي الزمالك في الدوري، بياخد المركز الثاني بقاله 3 مواسم. فبالتالي نادي الزمالك بيلعب بطولة الكونفدرالية ومش قادر يلعب في بطولة زي اللي ايجي روان البروندي بيلعب فيها، الفريق اللي مش موجود على الخريطة الأفريقية. طب لو ايجي روان البروندي مش موجود على الخريطة الأفريقية وهو بيلعب بطولة زي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يبقى نادي الزمالك فين؟ يبقى نادي الزمالك وضعه ايه؟ طب هل مشاكل نادي الزمالك اتحلت علشان كابتن خالد الغندور يسيب مشاكل نادي الزمالك ويبتدي ينظر على صعود النادي الاهلي لدور ال 16 من البطوله الاقوى في القاره امام نادي ضعيف؟